في بداية الفيلم بنعرف إن البطل شخصية مهملة ومكتئبة بالرغم من إنه دكتور نفسي، وقرر يغيب عن شغله لمدة 5 سنين بسبب موت مراته وبنته، وحياته كانت منعزلة في ال5 سنين دول وعبارة عن شرب وتدخين لحد ما بيجيله استدعاء من المستشفى عشان يرجع الشغل. وهو في طريقه للشغل بيعرف بالصدفة إن المتحف الإسلامي اتسرق، وسواق التاكسي بيستغرب من يحيى، وده يوضح قد إيه هو منعزل. وأول ما بيوصل بيقدر يحلل لغة جسد مديرته لأنه بيحضر دكتوراه في لغة الجسد، وبعدها بتبعته على اسم 8 غرب، وبيقابل في الاسم ده سامح زيدان اللي بيكرهه جدا وهنعرف ليه قدام. وفي تاني يوم وهو بيلعب قمار مع اصحابه بيقدر يحلل لغة جسد واحد معاهم، وبيعرفوا انه بيكذب عليهم وبيحرجوا قدامهم بانه بنسبة 90% عنده ضعف بيدرب حكاياته وهمية. ولما بيرجع بيته بيلاقي جواب من صاحبه شريف الكردي وفيه رسمة غريبة، بس بيرمي الجواب ده وبيدخل ينام، وبيصحى على كلب اسود شكله غريب. وفي الاخر بيروح المستشفى، وهو في طريقه لهناك بيقابل عم سيد وبيقول له المأمون عايزك ترجع، بس يحيى ما بيهتمش كالعادة، وهنعرف مين عم سيد ده في اخر الحلقة. ولما بيوصل بيكتشف ان صاحبي في الجامعة شريف الكردي من ضمن الحالات في المستشفى ومتهم في قضية قتل مراته. يحيى بيبدأ يتوتر ويقلق، وبيقرر انه يكمل في حالة شريف الكردي، بس كل ما يحاول يكلمه شريف بيبقى ساكت وبيقول كلام غريب زي ملح كتير في الاكل. ولما يحيى بيفقد الامل في انه يتكلم بيطلب منه يكتب، وشريف بيكتب ارقام غريبه ويحيى مش فاهمها، وكمان بيبان على شريف انه ندمان وخايف من حاجه. ولما يحيى بيروح بيجيله مكالمه من لبنى اخت شريف، بيقرروا يتقابلوا بعد جلسه شريف مع اللجنه. ويحيى لما بيوصل بيعرض على شريف شويه صور، وشريف راح مسك صوره حصان وقال له بحر، ويحيى استغرب وطلب منه يكتب اي حاجه تاني بس كتب نفس الارقام. ده كمان لما اللجنه بتساله عن شغله بيرد تاجر بغال بس بصوت شديد وعالي، على عكس ما كان مع يحيى ضعيف ومهزوز. وبيقوم وهو متعصب يكتب نفس الارقام على الحيطه، ويبدا يزيد الغموض حوالين الارقام. وبعدها يحيى بيقابل لبنى اخت شريف وبتعرفه ان علاقه شريف ومراته ما كانتش كويسه. بيقرروا انهم يروحوا يدوروا في شقه شريف على اي حاجه ممكن تفيدهم، وبيلاقوا نفس الارقام مكتوبه على الحيطه هناك. وكمان بياخدوا موبايل شريف وكتاب غريب كده كان هناك. ويحيى بيلاقي على الموبايل صور شريف وهو بيعتدي على مراته، بصوره للمتحف الاسلامي اللي اتسرق في بدايه الفيلم، والقميص الغريب اللي هو قميص المأمون. وكمان لما بيدور في الكتاب يلاقي الرسمه اللي كان شريف باعتها له قبل كده. وبعدها بيروح ينام وبيصحى على الكلب الاسود وهو بيهجم عليه، بس لعاب الكلب ده بيبقى على الارض، ويحيى ما بيكونش عارف هو في حلم ولا علم. بيقرر يروح لمكان شغل شريف وبيقدر ياخد الدكتوراه بتاع شريف من هناك، وبيرجع تاني لشغله وبيقعد مع شريف اللي بيقول له ان اسمه نائل، وبيبدا يلعب في عقل شريف ويفكره بماضيه وانه سبب في موت مراته وبنته. بيكون واضح ان شريف فيه حاجه غريبه وانه مش مريض نفسي، بس هل في حاجه اكبر من كده؟ وبعدها يحيى بيخلي لبنى تكلم شريف وبيشوفهم سامح زيدان، وبيجي يستفز يحيى بموت عيلته لدرجه ان يحيى بيضربه وبيطلع يكمل مع لبنى واللي بيعرفها كل حاجه عن الحادثه، وكمان بيعترفوا انهم لسه بيحبوا بعض. ولما بيخلص معاها ويروح بنلاقي ان تليفون شريف بيرن ونائل هو اللي بيتكلم، وبكده نعرف ان نائل بدا يتحكم في عقل يحيى، وده لانه عرف يوقعه في دايره مشاعره ويفكره بماضيه. وهنا كده بيبدا اللعب كله في عقل يحيى، ويحيى بيقرر يرجع عشان يشوف التليفون اللي مع نائل ده دخل ازاي، بس بيلاقي نائل في الحمام وبيجرح نفسه في نفس المكان اللي مراته اتشوهت فيه. وبعدها شريف بيروح المستشفى ويحيى بيروح يزوره، ولما نائل بيشوفه بيقول له احرق القميص، وبنعرف ان القميص ده هو اللي بيحجم قدرة نائل. طب ليه نائل بيقول ليحيى كده؟ ببساطة لان نائل ما يقدرش يحرق الشيء اللي بيحجمه، فلازم يستغل جهل يحيى بالموضوع ده. وبعدها يحيى بيفتكر انه معاه عنوان الست اللي رسمت التاتو لشريف، فبتقول له ان صاحب التاتو ده عمل لها كسر مضاعف في دراعها لما حاولت تشيل التاتو ده. بعدها يحيى بيروح البيت وبيلاقي صاحبته مايا هناك ومعاها حبوب الدي ام تي او الفيل الازرق، ومن هنا جه اسم الفيل والدي ام تي. والدي ام تي ده بقى مخدر قوي جدا بيأثر على جميع حواس الشخص وبيغير تفكيره، ومن نتائج تعاطيه انه بيسبب هلوسه بصريه مكثفه، وبيحسس الشخص كمان بتغير الزمان والمكان، وبيدخله في تجارب عميقه. المهم لما يحيى بياخد الحبايه دي بيبدا يهلوس ويدخل في احلام غريبه، واول حاجه بيشوف لبنى في استعراض رقص، وبعدها 3 بيبان، ولما بيدخل باب فيهم بيلاقيه في بيت شريف وبيشوف الجريمه كامله كانها بتحصل قدامه. وبيصحى يحيى على صوت بسمه وهي بتقول له اهرب، وبيقوم يعمل قهوه ويشرب سيجاره، بس بنلاقي بسمه بتقول له تاني اهرب. وهنا بنعرف انه كان في حلم جوه حلم، وبيصحى المره دي وبيكون متلخبط ومش فاهم حاجه. وكمان بيكتشف انه اعتدى على مايا واغتصبها لما كان واعي وغايب، ومايا بتسيبه وتطلع تجري منه، وبسبب كده بنعرف بعدها ان مايا عربيه خبطتها وماتت. وبكده نائل قدر يخلي يحيى نسخه من شريف، وبسبب الصدمات دي كلها يحيى بيدخل في غيبوبه سكر، بس بيصحى تاني على مكالمه من نائل وبيقول له ان في صور على تليفونه بتثبت انه اعتدى على مايا، وفعلا
يلاقيها. بعدها يحيى بيتعصب وبيقرر انه يروح يجيب التليفون من شريف في المستشفى، لكن لما بيرن عليه بيلاقي ان التليفون في جيب يحيى اصلا، لان نائل بيكون قدر يسيطر على عقله عشان يقنعه انه مجنون. بعدها بيفضل يلعب في دماغه ويحاول يقنعه انه مجنون، بس بنلاقي ان يحيى بدأ يفكر صح، وده لانه سأل نائل وقال له مش خايف لو شريف اتعدم تموت معاه، وده بيدل ان تفكير يحيى اتغير واتأكد ان في قوة خفية بتسيطر على شريف. بعدها يحيى بيدي لنائل صدمة كهربائية، وساعتها نائل بيمثل انه شريف وبيقول ليحيى احرق القميص اللي في الشقة، وبيروح يحيى الشقة وبيلاقي القميص بالصدفة في الحمام وبياخده معاه، وبيلاقي ان القميص عليه نفس الارقام اللي كتبها شريف كذا مرة. وبعدها شريف بيزرع جهاز تجسس في زنزانة شريف، ولما بيرجع بيته بيقرر ياخد حبايتين من حباية الفيل الازرق، واول حاجة بيشوفها فهد اسود بيجري. وبعدها المكان كله بيتغير وبيشوف عم سيد تاني وبيقول ان المأمون عارف انك هترجع، ويحيى بيكون اول مرة يشوف المكان ده لانه خلاص ايقن ان مرض شريف مش نفسي وبس، وغير ان معاه القميص وعارف انه قميص المأمون، والمعلومات اللي عنده دي كلها بتتجمع وبيشوفها في حلمه. وكمان بيشوف بحر على شكل بغل وست غجرية بترسم وشم لمرات المأمون، غير الطفل اللي بتتجمع عليه الحشرات. بس المشكلة ان لما يحيى بيصحى بيلاقي نفسه متعور، وكمان اول مرة يصحى من حلمه على مرة واحدة مش مرتين زي كل مرة، وده يدل على ان مش كل اللي بيشوفه يحيى تهيؤات وهلوسة. وهنا الالغاز بتبدأ تكتر عند يحيى، وبعدها بيروح لنائل وبيكلمه عن بحر، وبكده بنتأكد ان نائل جوه عقل يحيى وبيخليه يهلوس بحاجات بسيطة ما يفهمش منها حاجة وتخليه يحرق القميص. واول ما يحيى بيحاول يفهم نائل بيوقعه في دايرة مشاعره وبيحاول يقنعه بالانتحار، وده عشان نائل خلاص عرف ان يحيى مش هيحرق له القميص، وبيتجسد في المأمون وبيضرب يحيى، وده عشان يوصل ليحيى ان اللي شافه حقيقي، وانه لو ما سمعش كلامه هيحصل له اكتر من اللي حصل لشريف. بس المشكلة ان لما الكادر بيتغير بنلاقي شريف نايم مكانه، وبنعرف ان نائل كده بيحاول يثبت للكل ان يحيى مجنون. بعدها بيسمع الكلام اللي نائل قاله لسامح من التسجيل اللي حطه في الزنزانة، وبيقول ان يحيى مريض وهدد شريف عشان يجوز اخته، وكل اللي بيحصل ده من ترتيب يحيى. وهنا بقى يحيى بيبدأ يصدق انه مريض ودكاترته بيحققوا معاه لان سامح قال الكلام ده للإدارة. المهم ان يحيى بيعترف انه كان على علاقة باخت شريف ومصاحب شريف، وهنا الدكاترة بيعرفوه خطورة الانعزال، وان اخر واحد بيعرف انه مريض هو المريض نفسه. وفي تاني يوم بيلاقي نائل مهدد الدكاترة بقتل سامح، وكمان طالب يحيى بالاسم. ولما يحيى بيدخل له نائل بيكسر جهاز التجسس قدامه وبيقول له صدق نفسك انت مش مريض، وبعدها بيقتل سامح لان خلاص دور سامح مع نائل انتهى، ودوره كان انه يوصل للإدارة الكلام اللي عايزه نائل عشان يقتنعوا ان يحيى مريض، وكمان عشان يثبت التهمة على شريف ويتعدم. ويحيى بيرجع بيته وبيقرر ياخد حباية كمان وبيلبس القميص لانه ادرك ان القميص ليه اهمية كبيرة، وكمان بيقرر انه يصور نفسه. وبكده تكون بداية فك الالغاز، وبداية حلمه بيكون في سر وبيشوف فيه الازرق، وكمان بيقابل مراته وبنته. وبعدها المشهد بيتحول لعصر المأمون وبنشوف ست مشنوقة على باب المدينة، ويحيى بيشوف كل اللي حصل في الماضي وبيعرف ان الوشم سبب اللعنة دي، وكمان بيعرف سر اسم نائل وقدر يعرف ليه شريف كان بيقول ملح كتير، وده هنجاوب عليه في فقرة الأسئلة اللي في الآخر. وبيعرف سر الأرقام اللي على القميص وإنها هي الحماية الوحيدة ليه من نائل، وهنا بنتأكد من سبب إصرار نائل دايما على حرق القميص. ولما بيفوق من حلمه بيقرأ في الكتاب اللي كان معاه وبيبقى مذكور فيه الست اللي كانت مشنوقة على باب المدينة، وإن المأمون قتل مراته وبعدها قطع دراعه من الندم عليها، وبعدها راح للمورستان اللي هي مستشفى المجانين، وده بالظبط نفس اللي حصل مع شريف. ويقارن اللي شافه في الحلم باللي موجود في الكتاب، وبيعرف ان اللي شافه حقيقي وان حبايه الفيل الازرق بتربط له الدنيا ببعض، وبيعرف انه كده مش مريض ولا مجنون زي ما نائل كان بيوصل له دايما. وبعد كل اللي عرفه ده بيقرر يروح المستشفى، واول حاجه بيعملها بيسال عن عم سيد لانه كان بيظهر له في كل احلامه. بس المفاجاه ان عم سيد اصلا ميت من 4 سنين. طب مين عم سيد ده؟ واللي بيظهر ليحيى ده برضه هنجاوب عليه في فقره الاسئله اللي في الاخر. وبعدها بيروح للي رسمت الوشم لشريف وبسمه، وبنعرف ان الوشم اللي كان على رجل بسمه هو في الاصل طلسم نجس، وقرأت عليها تعويذه وكتبتها في ورقه واكلت العزيمه او تعويذه دي الكلب اسود، وده بيفسر سبب ظهور الكلب ليحيى في احلامه. بس بعدها المفروض تقتل الكلب ده في خلال ليله عشان مفعول السحر ينتهي. بس المشكله ان الكلب مات لوحده من غير اي تدخل بشري، وفضل السحر مكمل مع بسمه وما بتكونش عارفه ايه اللي حصل ده. كده يحيى يكون عارف الحدوته كامله، وبيقرر يقرأ في كتاب خاص بعلم تحويل الحروف لارقام واسمه علم الأوفاق، وبيعرف ان معنى الارقام اللي على القميص ترجمتها اسم الله المانع، وده الاسم اللي بيحجم قدرة نائل. وبعد كل اللي عرفه ده بيقرر يروح لنائل وبيكتب الارقام دي في كل مكان على الحيطة، بيكتبها كتير قوي، وده يوضح قد ايه نائل قوي ومش مجرد جن عادي. بس نائل كالمعتاد بيفضل يلعب في دماغ يحيى بان الارقام دي ملهاش لازمة وده شغل فاضي، وفضل يتريق عليه لما وراله قميص المأمون، وبيبدأ يعرض له مشاهد من اللي شافها في احلامه وبيعرفه انه قدر يرجع له لبنى تاني والمفروض يشكره ويبقى تحت طوع على حاجة زي دي، وان بنته في النار مش في الجنة زي ما هو فاكر. وهنا بيكون قدر
بيسيطر على دماغ يحيى ترجع له قوته تاني، وبيقرأ تعويذ على يحيى، بس التعويذة دي بتعكس الآية وبتخلي قوة الأرقام تتفعل، وبيتحرق ناهل بسببها. وبيرجع شريف طبيعي من تاني، بس بيفضل في المستشفى لحد ما بيتعالج بشكل نهائي، ويحيى بيبدأ حياة جديدة مع لبنى، وفي آخر الفيلم بيقرر ياخد آخر حباية معاه. وكده بنعرف إن لينا جزء تاني مع بعض، وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. دي كانت حكايتنا النهارده في فيلم في السريع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان أي حاجة جديدة توصلك في أسرع وقت، وأشوفك في الفيلم الجاي. سلام.